لو شاب جاي ينفع هنا يقول ان هو جاي، او بنت ليسبيان ينفع تقول انها ليسبيان؟ عادي. خناقات بتصير على الواتساب، برسائل بتوصل لبعض، خبرك بينفخوا اشياء مختلفه مش عايزين نتكلم عليها. ايه الكلام ده عادي عندكم؟ ينفخوا صدرون؟ اي هو صدرهم قال يعني ان انا مكسوف وكده، بينفخوا صدرهم. ايه عادي عندكم؟ ايه بنهني وبنبارك، وهذا شيء بيفتخروا فيه. بنهني وبنبارك. ده احنا هنبارك للصبح. احنا عندنا بنهني الراجل لما هي بتعمل عمليه. عشاق ومدمنين وجودي، ميمي يحييكم مع رواد حبيب. هلا رواد. هاي كيفك؟ ازيك؟ صباح. رواد يا جماعه ده مش فلتر، يعني ده لون شعره. هو رواد اصلا يعني زينا، بس هو منه مبدع زياده فابتدى يلون بالوان مختلفه عننا. بس لايكت يا رواد. رواد مش كافي، لابس ازرق والجوارب واو. هي دي احنا عندنا اللي بيلبس قميص وبنطلون لون واحد بيعمل نفسه مطقم. هذا مرض الفن. ده مرض الفن. رواد بتخلق مريض بالفن، مش بتصير مريض. بتخلق انت مريض بالفن. احنا دلوقتي معانا رواد اصله. رواد انت من لبنان صح؟ انا لبناني وبي خلق بالبرازيل، فعندي نص لبناني ونص برازيلي. يعني ده شاف اجمل منظر بالعالم في البرازيل، وتاني اجمل منظر بالعالم بلبنان من على جونيا، يعني عشان كده معانا اجمل شاب بالعالم. رواد احكي لنا الاول نبذه سريعه عن رواد حبيب. رواد حبيب المفروض بيشتغل ايه؟ اوكي، انا بشتغل بالاخراج التلفزيوني لبرامج ومحطات تلفزيونيه، فينا نسميه او لا؟ مش مهم نقول الام بي سي، مش هينفع. وبشتغل مع فنانين بتصميم صفحاتهم على الانستغرام، وبصنع لهم محتوى لماركات ولفنانين. والان شغال على ايه شخصي؟ عندك برنامجك الشخصي اسمه ايه؟ وشخصيا بشتغل على اليوتيوب والانستغرام تبعي اللي باسمي رواد حبيب. وكان عندي برنامج كثير مهضوم بالسياره، بيطلع معي شخصيات وناس. والله استنيت اطلع معاه بهذا البرنامج. شو اسمه البرنامج؟ مشوار. الضيف اللي لازم يكون سيلبرتي، يعني واحد مشهور زيي الى حد ما يعني، وبعدين بيطلع معاه بالسياره يفضل رواد يساله اسئله. بس احنا النهارده هنجيب رواد اللي بيسال الناس واحنا اللي هنساله اسئله. ايوه يعني انها ايه؟ عملنا حاجه. رواد في اسالك شويه اسئله جديده عن لبنان. يس. فينا نعمل تحدي. احنا دلوقتي نازلين على اسمه السلم المتحرك. من امام السلم المتحرك فينا نسال رواد حبيب بالقصه الجديده مجموعه اسئله بالمصري، وهو يجاوبنا باللبناني. هو يسالنا مجموعه اسئله باللبناني واحنا نجاوبه بالمصري. مين بيبدا؟ عشان احنا ضيوفه فهو اللي هيسالنا. تحب تسالني ايه باللبناني وانا احاول اجاوبك بالمصري اذا كنت فاهم ولا لا؟ بدي صعب سؤال. شو اكثر شيء جلجوق شفته؟ مالك يا رواد انت كويس؟ احنا عندنا جلجوق دي بيجلجق مثلا، بيتدلق من حاجه. جلجوق استنى، احنا عندنا ليها معنى. اتس كام فروم جلجقي. جلجقي يعني مثلا تحس ان هو ممحون شويه. جلجقه بلبنان يعني شيء اللي بيزيد عن حده بصير مبتذل. هو المحن انا عارفه. يعني جلجوق انه اوفر شويه. طب اكتر شيء شفته جلجوق في لبنان ولا في العموم؟ بلبنان. جلجوق مبتذل شوي. هو مش جلجوق بس هي حاجه بسطتني ان الناس عندكم بتسهر بالليل من اجل السهر، وبتصحى الصبح في الشغل تشتغل تلاقيهم، يعني كان سهران معاك امبارح يصحى الصبح يخصم لك يومين. يعني تلاقي عندكم الناس بتركز في الشغل وبتركز في الخروجات. بس ده مش جلجوق، ده يعني ده كده تركيز كويس. الناس دي بتفهم. اوكي دورك. دوري. عندنا الشاب المصري ممكن يكون مرتبط ببنت وفي الاخر يروح يعرف عليها ستة بحكم ان هم اصدقاء، ويقول لها يعني دي حرية شخصية. هل ده بيحصل عندكم في لبنان؟ يعرف عليها ستة يعني يظهر مع غيرها؟ يظهر مع غيرها للصبح بس هي ما تعرفش، وبعدين يروحوا هم عاملين له منشن فيتفضح. هل ده بيحصل عندكم؟ يعني الخيانة هو شيء عالمي. يعني موجود بكل العلاقات مع كل العالم، مش احنا بس. بس نحن البنت الست اللبنانيه وبتصور الست المصريه كمان كثير قويه وعندها هي خضورها ورأيها. دي حقيقة. بتصور انه بيخاف يعمل هذا الشيء، بيتجنب يعمل هذا الشيء. يعني اللبناني عندكم يخاف يعمل كده لحسن هي تبهدله. صح، ولانه المجتمع كثير صغير، ما عدد السكان بلبنان مش قد عدد سكان مصر. فبيتبهدل اكثر وبسرعه. الفضيحه هتبقى للصبح.
طب في اسالك شغله كمان. شغله. عمليات التجميل عندكم مشهورين بيها، الكلام ده صح ولا غلط؟ صح جدا مشهورين فيها. كم في المية من الستات بتعمل عمليات تجميل؟ السؤال ده تقيل. واو 60%؟ احنا اللي عادي يعني عادي بتمشي بالطريق بتلاقي بنت حاطه بلاستر على مخارة او بفوتوا بيطلعوا عند حكيم مش التجميل، السكين دكتور البشره، وبيعملوا فيلرز وبوتوكس بس هيدي اجراءات روتينيه وعاديه. ده العادي عندكم؟ عادي. احنا عندنا اللي بتلبس خلخال بقت يعني متدلعه. طب احنا عندنا سؤال تاني يا استاذ رواد، بينفخوا اشياء مختلفه مش عايزين نتكلم عليها. ايه الكلام ده عادي عندكم؟ ينفخوا صدرون؟ اي هو صدرون. قال يعني ان انا مكسوف وكده بينفخوا صدرون. عادي عندكم؟ ايه والله هيدي بتصير اجراء عن عمليه، يعني بصير شيء طبي بيفتحوا على هوسبيتال وهيك، بس انه انا كثير انه في بجيب ظهور لكثير عالم عاملين عمليه بنهني وبنبارك، وهذا الشيء بيفتخروا فيه. بنهني وبنبارك. ده احنا هنبارك للصبح. احنا عندنا بنهني الراجل لما هي بتعمل عمليه. هبقى افهمك بعدين مش لازم تعرف. انا بنهنيها لانه انه حتنبسط وحتصير حياتها حلوه والله، واحنا بنهني الراجل جمهور اوسع واكبر. الله احنا بنهني الراجل لانه هيبقى عنده حياه احلى وهينبسط وهيندلع. طب فيك تسالنا شيء عن مصر؟ ميمي انا عاوز اعرف ليش مش ممكن امشي في مصر بالشعر الازرق كشاب؟ دي نسيبها. احنا عندنا كان واحنا في الكلاس زمان واحنا في السكول، كان اللي شعره طويل تلاقي التيتشر او المدرس يقول له انت شعراتك طوال، لو جيت المره الجايه راح اقص لك شعراتك. اوكي. اصلا فابتدى لما الشعر يطول ابتدى ده يبقى موضه جديده شويه، فبعدين ان الشعر يصبغ اصفر ده موضه ثانيه جديده لسه بنتطبع بيها. فعشان تمشي كده انت لسه قدامك لغايه 2025 مثلا. يعني نظرة المجتمع سلبية على الموضوع. احنا نظرة المجتمع سلبية لو انت لبست التيشيرت الازرق، فما بالك لما تصبغ شعرك ازرق. احنا بس فين بقى ممكن تمشي؟ يعني مش عارف، كنت اقول لك مثلا في شرم الشيخ وفي الاماكن السياحيه، بس برضه مش دايما. يعني الموضوع عندنا هيقولوا ايه؟ هسمع كلام زي ايه؟ هقول لك وي هاف كلمه جنرال بتاع نقول له قال يعني بقى ان احنا جامدين، فنقول على الثاني الشاب سيس؟ it comes from سيسي بوي. سيسي بوي. اللي هو دلوع بقى ومعاه فلوس ومسابق شعر ازرق. بس انتوا عندكم هنا عادي. هنا بالعكس انه انا هذا الشيء بعتبره مهم لعملي وللزبونات والشغله، اللي بس يشوفوني هيك بيوثقوا انه انا شخص مبدع وعندي افكار وبيوثقوا فيي اكثر اذا عندي لوك. لان كمان رواد شغال بالمجال الفني فبيبان ابداعه اول حاجه في الستايل بتاعه وطريقه كلامه. صح. فبرافو عليك. طب رواد انتوا عندكم الشاب بيركب حلق عادي؟ عادي جدا. من زمان الموضوع ده. حلق ايه؟ حلق والبنات بيبقوا سكسي الموضوع. انا هركب 2 طالما بيبقى سكسي للبنات. طب سؤال، ايه اكتر حاجه الراجل ممكن يعملها عندكم مختلفه عن الثقافه المصريه؟ يعني الحلق بقى بالنسبه لنا مقبول الى حد ما ان احنا بنشوفه كتير. صح. هل مثلا في راجل ممكن يحط حلق مثلا في بطنه ويعمل حاجه شيء مختلف؟ حاجه انت تحس انها بقت عاديه بس احنا عندنا ممكن انه الشاب اللبناني يهتم بمظهره اكثر من ناحيه جماليه المنظر. يعني ممكن اذا عامل بوتوكس او فيلرز او شيء الست تعتبر هيدا تحسين لإله فبتحب هيدا الشيء. بيعمل بوتوكس؟ مش لا يعني مثلا اذا عنده تجاعيد هون، اذا شال التجاعيد اللي هون، او اذا مثلا عنده كان في عبده بحنكه شوي فيلرز بصير حنكه قارض رجوله اكثر، فهذا شيء يعتبر ايجابي. بس هو فعلا احنا عندنا ده مش سهل ان هو يتعمل، انما المقبول عادي ان الناس بتعمل ميك اب للشباب عادي. الشارع بالشارع ان هو يخرج بالشارع يروح شغله بس يكون هو عامل كريمات بس في كريمات فيها شويه لون الشمس عادي، بس انه ميك اب لا مش هذا ميك اب تي في. اوكي ميك اب تي في بس، انما انه يخرج بالشارع ده مش موجود عندكم ان هو ميك اب. لا انه مش لا ما يعني جت على الميك اب، ما انتوا عملتوا كل حاجه. طب ناخد سؤال جديد من زاويه اخرى. تعالوا كده لازم نمشوا على المطار. لازم نمشي على المطار. لازم تمشوا على المطار. اللي عايز اقوله لكم يا جماعه ان الساعه دلوقتي 5 وطيارتي الساعه 7:15 من المطار. اخر سؤال بساله لرفيقي رواد حبيب،
رواد حبيب، لو شاب جاي ينفع هنا يقول ان هو جاي، او بنت ليسبيان ينفع تقول انها ليسبيان؟ عادي. عادي الدنيا عندكم، بس المجتمع ما يرفض او ما يرخم يعني. المجتمع ما بيرفض علنا، بس ضامنيا بتحس انه كل شخص عنده رايه بالموضوع. بس اليوم وصلنا لمحل بلبنان انه جيل الشباب كثير متقبل من بعضه. بالعكس بقى هذا الشيء بلاقوه تشجيع لشيء اسمه التنوع بالمجتمع. طيب فما في نظرة سلبية. عنا كثير موسيقيين وشخصيات مشهورة اوبنلي جاي بالمجتمع، فهذا الشيء بحسن النظرة لل LGBT كوميونتي. كل حد وليه آراءه. طيب آخر حاجة، بيحصل خناقات عندكم بالشوارع بين الشباب أو بين البنات وبعضيكم؟ قليل، لأنه هي تعتبر فضيحة والبلد كثير صغير. إذا صار هذا الشيء يعني بلبلة وضجة والدنيا. قديش مساحة لبنان؟ 10,000 كيلو متر يعني؟ ايه 10,000 وشوي. 10,000 وشوي. ده احنا عندنا ده ممكن يبقى مدينة نصر غالبا أو نص القاهرة كده. 10,000 وشوي. احنا عندنا الشباب عشان يترسموا أكتر ممكن يبقى يحصل خناقات. اللي هو صباح الخير، وكمان بتقول لي صباح الخير تعالى ويروح متخانق معاه. نحن we're not that loud. يعني الصوت ما بيعلى هالقد. الخناقات بتصير على الواتساب، برسائل بتوصل لبعض، بتخبر شيء، بتخبر حدا. يا نهار ابيض على الخناقات عندكم. هيك والله العظيم اجيبك في جروب ومرمطك اللي بتشتمني، اجيبك في واتساب ومرمطك على الجروب. طب قديش بتصرف في السهره؟ انتوا السهرات الاول نتفق على حاجه، عندهم السهرات ساتردي نايت صح؟ ساتردي نايت وفرايداي، ساتردي اكشلي كل يوم. كل يوم بس الاساسي فرايداي وساتردي نايت. قديش بتكلف لو انت هتخرج خروجه حلوه وفيها هزار واصدقاء وكده؟ تدفع بالدولار قد ايه؟ $100 $100 وشي دولار. 100 وشي دولار؟ بس ده عندكم مش مصاريف كتيره صح؟ لا هذا انه اذا عم تغتصب كده بتغتصب؟ لو هتديها بتديها بكام؟ وقف تصوير. السكيورتي قال وقف تصوير؟ ما طبعا ما سمع $100 لازم نوقف تصوير. استاذ رامي يلا اللبناني اخر شيء، ميمي بيحب لبنان، شو بتقولوا؟ الامن علينا. يلا بينا يا جماعه، الامن جاي، تعالوا بينا اما نمشي. السلام عليكم. انا متشكر جدا للبنان، بس انا اسف ان الامن هيمشيني. عشان نكمل معلومات عن لبنان خش سيرش على قناتي حلمي ميمي فيلوجز وحلمي ميمي الفيديوز العاديه، واعملوا سبسكرايب وخلي الجرس الاحمر يبقى رمادي. طفي الكاميرا يا ميمي. طفي الكاميرا يا ميمي. كومنت وقولوا لي ايه اكتر حاجه عجبتكم في الفيديو، وفولو رواد حبيب وفولو لرامي نشار، وسي باي باي رواد. باي.